السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم؟ طبعا النهارده كلنا شفنا مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي. طبعا النهارده المباراة يعني كانت من أسوأ المباريات في الفترة الأخيرة اللي لعبها النادي الأهلي. والنهارده كان التشكيل يعني في بدايته، احنا طبعا مفيش حد توقع ان يبقى التشكيل كده خالص. احنا توقعنا ان هو هيبدأ بنفس المباراة اللي بدأ بيها مع أوكلاند سيتي. طبعا بحكم ان سياتل اساسا مش معروف، وفي نفس الوقت فريق مجهول الهويه بالنسبه للدوري المصري وبالنسبه للمصريين وبالنسبه للعالم كله. اساسا ما حدش بيتفرج على سياتل ولا حد بيتفرج على الدوري الامريكي. بس الحمد لله النهارده ربنا عداها على خير. وقدرنا نكسب 1-0 ونعدي المرحله ديت، وان شاء الله باذن الله المباراه الجايه هتبقى ريال مدريد. طبعا مباراه النهارده ده يعتبر تامن انتصار للنادي الاهلي، ويعدي برشلونة اللي هو 7 انتصارات في مشاركاته في كأس العالم للأندية، ويقترب من ريال مدريد اللي هو محقق 10 انتصارات في كأس العالم للأندية. فبإذن الله بإذن الله المباراة اللي جاية هتبقى مباراة ريال مدريد، ويا رب يا رب نعمل مباراة كويسة، وما نقولش بقى حاجة تشرف وحاجة ايه نطلع بشرف والكلام ده كله. أنا شايف إن الملعب مفيش فيه كبير وفيه صغير، بس ممكن يكون فيه امكانيات اعلى، طبعا كلنا عارفين ده كويس. لكن انا شايف ان ال11 لاعب في الملعب اعتقد لو هم بقوا رجاله، وفي نفس الوقت استغلال الفرص المتاحه بالنسبه لاي لاعب في الملعب، سواء كان تسديده تبقى تسديده باتقان، سواء كان هجمه تبقى هجمه اني افنش بيها صح، سواء كان يبقى عبد القادر كويس، وان شاء الله باذن الله يشارك. طبعا النهارده عدم مشاركه عبد القادر وحسين الشحات وشريف طبعا بدايه المباراه اثروا بشكل كبير جدا. وبيرسي تاو النهارده يعني برضو تحس ان هو قليل جدا. محمد طاهر برضو مش قادر يقف على رجليه. النهارده الباصات كلها كانت تعتبر ضايعه، ومش مش متعرفش، مفيش هويه النهارده للنادي الاهلي حتى في نص الملعب. ده دليل على ان حمدي فتحي النهارده كان تايه برضو. ديانج نفس القصه، مع فريق اساسا متواضع تماما. انا شايف ان هو مش اعلى من اوكلاند سيتي، بس للاسف يعني المباراه النهارده كانت مجرياتها ما كانتش كويسه، لكن الحمد لله ربنا تمها بهدف قفشه اللي كسبنا بيه وطلعنا النهارده من الدور ده. وان شاء الله باذن الله نلعب في قبل النهائي، وباذن الله باذن الله تبقى المباراه اللي جايه تبقى مباراه كويسه جدا، ونقدم حاجه بجد تفرحنا احنا عموما كاهلاويه، وتفرح الشعب المصري كله. واعتقد ان يعني لقاء القرن زي ما بيقولوا في على مستوى العالم. الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن في افريقيا، وطبعا ريال مدريد بطل القاره الاوروبيه وفي نفس الوقت بطل القرن بالنسبه لاوروبا. اعتقد ان هيبقى حدث كبير وحدث عالمي، وان شاء الله باذن الله نقدم مباراه كويسه، وباذن الله باذن الله الاهلي يبقى على قدر المسؤوليه، ونقدر نعدي المرحله اللي جايه دي باذن الله. ان شاء الله نتمنى، كنا طبعا بنتمنى، لكن ما حدش ينتظر ان يبقى في اعلى من كده. يعني هتبقى طبعا مع الفروقات الجامده بين الناديين، بس ان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم مباراه كويسه وطبعا التوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وقادر على كل شيء زي ما بيقولوا يعني. ان شاء الله باذن الله يا رب يا رب كلنا بنتمنى ان شاء الله. ومليون مبروك النهارده للنادي الاهلي، وهارد لك لفريق سياتل. وطبعا النهارده برده كان الوداد وكان الهلال، وقدر الهلال يحسم المباراه النهارده بركلات الترجيح، مع طبعا برضو عدم يعني امكانيه الوداد. برضو انا حاسس ان الوداد برضو يعني مش الفريق الكفء ان هو يوصل للمرحله الثانيه. وفعلا النهارده قد كان الهلال طبعا اعلى شويه نسبيا، ومبروك للهلال طبعا وهارد لك للوداد. ويا رب نكون يعني اتكلمنا مع بعض بحاجه بسيطه كده عن مباراه اليوم، وان شاء الله باذن الله منتظرين منكم الدعم باللايك والشير، وان شاء الله باذن الله نقول لكم على كل جديد الفتره اللي جايه. تصبحوا على خير.